السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. اهلا بيكم في مطبخ ريما. في مطبخي هنعمل كل وصفات العالم بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية جدا، وكمان هنتعرف على كل اسرار المطاعم بمنتهى السهولة. فلو لسه اول مرة بتشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ حلقتنا. فيديو النهاردة من الفيديوهات الحلوة جدا، فيها وصفة هنعملها كده سريعة وسهلة ولذيذة وموفرة جدا، وكمان لذيذة ومش هتاخد وقت كتير، هي كلها 5 دقايق وتبقى جاهزة جدا. مين فينا ما بيحبش البطاطس ويعمل وصفات مختلفة منها؟ كلنا بنحب دايما نجدد وننوع في انواع البطاطس عشان ما تبقاش مملة ويبقى فيها روتين. فوصفة النهاردة من الوصفات السريعة جدا، بطاطس مقرمشة ومقلية بس بطريقة كده وتكنيك مختلف شوية. هنعملها مع بعض ونشوف مقاديرها ايه. عشان نعمل وصفتنا الحلوة دي محتاجين المقادير اللي قدامنا دي. عندي هنا حبيتين من البطاطس، وعندي نشا، وعندي ملح، مفيش اكتر من كده. 3 مكونات اساسية. تمام. طريقة البطاطس هي السر والتكنيك بتاعها، هو السر في الطعم كله. البطاطس هنجيبها نغسلها كويس جدا، ونجيب حلة ونحط مثلا نصها مية، ونبتدي ان احنا نسلق البطاطس لحد ما تبقى طرية جدا معانا. تمام. حابة طبعا تقشريها وبعد كده تقطعيها مكعبات، واخر خطوة تسلقيها. هي والتكنيك واحد، مفيش اختلاف. تمام. انا غسلتها كويس وسلقتها. تمام. دي بطاطس مغسولة ومسلوقة كويس جدا، بتاخد لها من ربع ساعة لتلت ساعة عشان تاخدي النتيجة اللي قدامنا دي. تمام. هنبتدي ان احنا نقشرها مع بعض بمنتهى السهولة. بطاطس المطاعم او البطاطس المقرمشة، وساعات بيقولوا عليها الشيتوس المقرمش، ليها كذا اسم كده، بيبقى ترند جدا. القشرة طبعا بتطلع بكل سهولة معاكي، ما فيهاش مشكلة. انا سبتها بس تبرد شوية، فالبطاطس القشرة بدأت ان هي تلزق شوية، بس تحاولي بعد ما تتسلق على طول تقشريها، بتبقى اسرع بكتير. هقشر كل الكمية دي ونرجع تاني نشوفها. قشرت كمية البطاطس اللي عندي وجبتها في طبق كده او بولة، حاجة تكون غويطة عندك. وهتجيبي بعد كده الشوكة او معلقة، وهنبتدي ان احنا نهرس البطاطس بالشكل ده. بنهرس البطاطس كده بالشوكة بمنتهى السهولة، مش بنضيف لها ولا زيت ولا كريمة ولا اي اضافات من اللي احنا عارفينها. احنا عايزينها زي ما هي كده، مسلوقة ومهروسة. تمام. زي ما قلتلك، هي لما بتبرد شوية بتلاقيها مسكت بالشكل ده كده. هنقعد نهرس بقى فيها كده حوالي 3 4 دقايق لحد ما تلاقي قوامها بقى كريمي خالص، وامتزجت كده وبقت بيوريه وناعمة قوي. تمام. فانا هتن اعمل الحركة دي 2 3 دقايق لحد ما نشوف شكلها عامل ازاي.
وده شكل البطاطس بتاعتنا بعد ما هرسناها كويس جدا بالشوكة كده. بتني تعملي فيها كده الحركة ديت لحد ما تبقى ناعمة جدا معاكي. تاني خطوة هنعملها، هنبتدي ان احنا نضيف الاضافات بتاعتنا اللي هتديها الطعم الهايل جدا. عندي هنا 5 معالق من النشا، 3 4، خليهم 4 معالق من النشا، مفيش مشكلة خالص. وهنملحها طبعا بالملح، نص معلقة صغيرة من الملح. وعندك تشكيلة من البهارات، تمام جدا. عندي نص معلقة من الكمون على الكزبرة، تمام. وهنبتدي ان احنا نقلب كل الكلام الحلو ده بالسباتيول كده، ونتأكد ان الخليط بقى ممتزج تماما، والنشا كده ايه دخل مع البطاطس وامتزج معاها وبقى ميكس واحد او خليط واحد. ممكن هنا لو احتجتي مثلا معلقتين من المية او حاجة، فمفيش مشكلة ان احنا نضيف لو لقينا الخليط تخين شوية ومفيهوش سوائل، تمام. عندي معلقتين كده من المية، هخليهم جنبي ونقلب تاني. طبعا هنستخدم ايدينا، مرحلة مهمة جدا ان احنا نخلي الخليط ده كله يبقى عجينة واحدة كده بالايد، تمام. هنحاول نلمها كويس جدا من غير المية، وبعد كده هنشوفها لو احتاجت معلقتين من المية نزودهم، ما احتاجتش مفيش مشكلة. هتلاقي كده شكلها يعني مش مظبوط معاكي ومفرولة كده وحبيبات وكتل. كل ده بيتعالج لما بتني يعني ايه تعجيني فيها كده شوية، فبتلاقي كل الشكل ده بقى كورة واحدة اهوت. دقيقتين 3 كده بتستمري في العجن فيها لحد ما تلاقيها بقت كتلة واحدة معاكي وبقت عجينة واحدة واتشكلت بالشكل ده، تمام اهوت. ده شكلها، شايفين عاملة ازاي؟ القوام ملس جدا وناعمة وسهلة في ان احنا نشكلها، تمام. هنبتدي ان احنا نشكلها ازاي. هناخد قطعة مثلا منها كده وهنعمل بالشكل ده. طبعا ايدينا بتبقى مكان العجين، مفيش مشكلة خالص، احنا بس بنشوف الفكرة. بتعملي كده، تمام، بالشكل ده كده، تمام. بتني تعملي كل الكمية اللي عندك بالشكل ده وترصيهم، وبعد كده هنشوفها عاملة ازاي. بتاخدي قطعة، حجم العجينة يرجع لك انتي عايزاها كبيرة او عايزاها صغيرة براحتك جدا. بتاخدي قطعة وتبتدي ان انتي تشكليها بالطريقة ديت وتلفيها كده ما بين ايديكي فبتتشكل بكل سهولة، تمام. هنعمل كام واحدة بالشكل ده وبعد كده هكمل كل الكمية انا بالشكل ده كده ونشوفها بقت عاملة ازاي، تمام. ممكن طبعا تحط لها توابل
ملح وفلفل وكمون، تشكيلة من البهارات اللي انت عايزاها. تمام جدا. اسرع بطاطس مقرمشة ممكن تعمليها لو كل يوم، مش بتاخد معاكي اي وقت خالص. تمام. مقاديرها كمان اقتصادية ومتوفرة عندك، وفي دقايق هتعمليها. لو لقيتي العجينة كبيرة شوية تصغريها، مفيش مشكلة، بالشكل ده كده. طيب هنعمل ايه بعد ما نصبعها بالشكل ده؟ عندنا طبعا زيت سخن على النار، تبقى حرارته متوسطة، ونبتدي ان احنا نحمرها بكل سهولة زي البطاطس العادية جدا. تمام. هنكمل كل الكمية بالشكل ده ونرجع نشوفها عاملة ازاي. بنحمر البطاطس بتاعتنا في زيت سخن قبلها مثلا بدقيقتين ولا حاجة. بس المهم جدا ان لما تنزل الزيت نوطي جدا النار عليها ونهديها، عشان ما تاخدش لون من بره وتبقى نية من جوه. تمام. انا حمرت نص كمية البطاطس اللي معايا، شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفة تحفة تحفة. تمام اهيت، مقرمشة جدا وهشة كده وحلوة ولذيذة، وفي ثواني هتعمليها. شايفة شكلها اهوت، شبه الشيبس بالظبط والشيتوس اللي بنجيبها، بكل الاسرار والتكات. شوفي مقرمشة ازاي، الصوت كمان. طريقة مختلفة للبطاطس المقلية، بطاطس الشيتوس او البطاطس بالنشا او عجينة البطاطس، عملناها بكل سهولة. اتمنى بجد فيديو النهاردة يعجبك. ما تنسيش طبعا لايك حلو للفيديو، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واستنيني في فيديوهات احلى واحلى من مطبخ ريما. سلام.